السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا في احسن احوال يا ربي. اليوم قصتنا اللي مشوقه نعاودها لكم، وكنتمنى قبل ما نبدا هاد القصه تجلسوا وتسمعوا كيفاش القصه من الاول حتى الاخر، بلا شك حتى نتوما تكونوا مشوقين ليها. المهم نبدا القصه على بركه الله. بعد مرات تيكون الانسان لا سمع وكان عنده طموح وسمع الوالدين وسمع الناس اللي كيبغيوه الطريق الزوينه، ولا كان الايمان والاراده غادي يوصل في اي بلاصه اللي بغى. هنا قصتنا مع قصه مول اتاي اللي هو حسن الراجي، اللي كيفاش خرجت حتى خرجت الاسم السلطان اتاي. اجو تسمعوا القصه ديالها كيفاش بدات القصه ديالنا. القصه ديالنا بدات 1914 دوار اغردول. سمحوا لي المهم على السميه ما بحثت عليها ما كتجينيش في مقاده مزيان. مهم تفراوت. هاد الدوار هذا كان دوار صغير وزوين، كانوا فيه بزاف الناس اللي كانوا مثقفين، اللي خرجوا فيه بزاف الناس العلماء، اللي منهم الاب اللي اسمي اب حسن الراجي اللي هو اسم ديالو عبد الله الراجي. كان فقيه في هذاك الدوار اللي كان دائما كان تعطي الناس اي علم اي حاجه. كانوا بزاف. هنا فاش كبر حسن الراجي كبر ما بين وسط العائله ديالو اللي كبر ما بين الفقه بالقران، القلب الزوين الاسلام، ورا كيفاش الاب ديالو كيفاش يكبر عائله متواضعه. هنا كيفاش غادي نقول لكم القصه ديالو. حسن الراجي كان عنده واحد الاخ اللي سميتو بالفقيه، وهذا الاخ هذا الكبير فيهم كان في مدينه الدار البيضاء. كان عنده كان هو بقال، كان عنده حانوت لي فيه مواد غذائيه، كان كيبيع ويشري. ولكن حسن كانت عنده في هذاك لاج 11 عام. كان الاب ديالو صيفطو عند خوه باش يعلمو الحرفه، ومشى لمدينه الدار البيضاء. كبر حدا خوه علمو كيفاش يبيع يشري حتى وصلت عنده لاج ديال 20 عام. هنا كتشوفوا حسن ولا كيعرف كيفاش يبيع كيفاش يتعامل. خوه قال لي غادي نمشي عند العائله غنشوفه، ولكن غنخليك اول مره نخليك في الحانوت ديالي، غتبقى فيها واحد 2 سيمانات. واش غتقدر تسير الحانوت ولا عادي؟ قال لي كون هاني ولا عليك. بالثقه ديال خوه الحسن خلاه وكل شيء وكيعرفوا غادي يقد بها. مشى وخلاه. هنا تيشوف خوه زاد واحد 2 سيمانات شويه عاوتاني طول. عيط لحسن قال لي اندرا كيف دير؟ قال لي كون هاني ولا عليك انا حاضي كلشي. الاب ديالو عبد اللطيف الراجي قال غادي نهبط عند ولدي نشوفو نديرها لي مفاجاه. هبط وشاف ولدو واحد 3 ايام. داز 3 ايام من يسالا قال ليه حسن شوف بغيت نسولك. قال ليه قول لي شنو بغيتي؟ اش كاين الوالد؟ قال لي واش هاد الخدمه اللي كتخدم واش خدام مزيان؟ قال لي كنخدم ومسير الحانوت كيف ما قال لي يا خويا وكيف ما موالفين. وقال لي الفلوس اللي باش كتصرف واش بصح واش كتصرف؟ مهم قال لي شوف راه انا ما كان ديما كان والو كيف ما علمتينا حنا كنخدمو. انا خدام وهالفلوس فين كندي اللي كيجي عندي ما كناكلوش فلوسه، كنعطيه الثمن باش يبيع لي خويا، والثمن الخلاص ديالي كناخدو، وميم كنخلي خويا لداك الشيء اللي غيبقى واللي جا الشاري كنعطيه. المهم قال لي مزيان. حسن قال للاب ديالو تسنى حتى نجيب واحد الحاجه باش تبقى الثقه ديالك فيا، باش تعرفني انني انسان اللي علمتينا وكبرتينا في الاخلاص وفي المحبه وماشي في الغش. جاب لي واحد 2 صرات، صره صغيره وصره كبيره. قال لي ها انت شوف هاد الصره هاد الصغيره ديالتي انا مصروف ديالي انايا وخلاصي، وهاد الصره الكبيره ديال خويا بالفقيه. قال لي الوالد قال لي صافي مزيان. قال لي دابا ارتحيت وثقت فيك وعرفت اشنو ربيت. هي هذيك مشى الاب ديالو ورجع الدوار ديالو وخلاه. ولكن حسن من بعد من رجع خوه حسن قال غادي الفلوس اللي باش كنخدم ونخبي غادي نحل واحد الحوينيته صغيره ونبدا بشويه المشروع ديالي.
وهذيك الساعه حسن حل المشروع ديالو بشويه بشويه، ولا كيتعامل مع واحد اليهودي اللي كان كبر منه في السن، وبقى الثقه ديالو. ما هذاك اليهودي عرف حسن انه انسان مخلص في العمل ديالو مزيان، بقى الثقه فيه، كيتعاملوا بجوج مع بعضياتهم، الاخر كيعطيه السلعه هذاك كذلك. حتى دازت واحد المده، قال لي هذاك اليهودي، قال لي علاش ما تمشيش تسلف من البنكه ودير واحد المشروع اللي سميتو اتاي. واتاي غادي تاوردينيه من اسيا، لان بزاف الناس هنا في المغرب كلشي كيشرب اتاي. شو كلشي ما كاينش في المغرب بزاف، وهذاك الوقت ما كانش اتاي في بزاف في المغرب، كانوا الناس كيشريو كيقلبوا عليه باش تيجي من اسيا، وكيلقاو بزاف العذاب باش يشريو اتاي. وهنا المغاربه كيف ما كتشوفوا معروفين باتاي، اي دار دخلتي ليها لا ما كانش اتاي ما كاين والو. المهم حسن تيفكر، مشى الدوار ديالو وشوف عائله وتكلم مع العائله ديالو ومع الناس اللي كيعرف، ولكن الناس يقولوا لي هذا الشيء حرام، تسلف ما مزيانش، كيحيد الرزق، خاصك ترد بالك. ولكن حسن بقى تايه، ما دخلش ليه الهضره ديال عائلته، قال غادي ندير العائله، غندير الهضره ديال الصديق ديالي. مشى تسلف من البنكه، ومن تماك بقى حسن مشى اوردينا ديال من اسيا باش يجيه الباطو. هذيك الساعه كانت الحرب الثانيه، الحرب الثانيه العالميه كانت فيه المغرب هذيك الساعه. اوردينا وقالوا لي غتسنى، وعارف ما كان لا تليفونات لا تواصل لا حتى حاجه، كان تيمشي مسكين كيشد الطريق على رجليه وكيرجع. مشى تما فين كاين الديوانه، قالوا لي غتسنى 27 يوم، عاد ديك الساعه السلعه تجيك. الفلوس مشات، كيفاش ما جات؟ داز 27 يوم هو كيتسنى، والبنكه بدات الاجراءات ديالها، وجاو قالوا لي ضروري خصك تخلص. حسن دخل في الاكتئاب، ولا مريض، ولا ما كيعرف ما يدير، بقى تيفكر اش غادي ندير اش غادي ندير، ما عرفش. ولا كيصلي وكيدعي، كيصلي ويدعي. حل نهار الثاني الخدمه ديالو مشى خدم، ولكن ماشي هو هذاك حسن اللي كيشوفوه الناس. حتى واحد النهار قال غادي نمشي حدا الديوانه وغادي نسول. مشى حدا الديوانه سول، قال لهم انظرا وسلعتي جات وفلوسي انا دفعتها وباقي، قالوا لي سير باقي ما جاش. شويه حتى عيط لي واحد قال لي لا راه السلعه جات. هنا حسن ربي وهذيك الدعوات والصلاه اللي كان يدعي، وكان القلب ديالو اسلام وكل شيء، حتى جاتو السلعه وفرح واحد الفرحه كبيره. اش غادي يدير؟ بقى بدا تيبيع الاتاي للناس، المحلات وكلشي ولا كيتخاطف عليه، حتى ولا يعيطوا عليه حسن مولاتاي مول عنبر، بقاو كيعيطوا عليه ولا معروف. حتى دار شويه ديال الفلوس، خلص البنكه، خلص الكريديات اللي كيسالو، بقاو ليه بزاف الارباح في الاتاي ديالو، ولا كي اورديني. حتى عام سنه سنه 1958 كان هذيك الساعه خرج الاستعمار الفرنسي من المغرب. وهذيك الساعه كان واحد لا كريس في المغرب بزاف هابط. قالوا اش غنديروا اتاي. حسن بدات شويه الخدمه كتهبط ليه شويه، حيت كان هذيك الساعه هذاك كان واحد الشركه دارت مكتب الوطني للشاي والسكر. المهم بدات الخدمه شويه عند حسن هابطه، ولكن الناس ولا معروف ولا كلشي كيشري من عنده، هو ما بقاش، ولكن ما بقاش شاد على اتاي، ولا كيدير اسس الشركه ديالو، ولا كيخدموا معاه الناس، ولا داير اتاي وداير براداتاي وداير بزاف د الحوايج. المهم هي هذيك بقات الخدمه ديالو بشويه بشويه، وبقى شاد الخدمه والناس بقات تشري من عنده، حتى وصلت 1996 تم الوفاه ديال حسن. ما بقاش الخدمه اللي شدا ولدو حميد الراجي. حميد الراجي اش غيدير؟ اسس الشركه اللي بدا باه كملها هو، اللي سماه سلطان اتاي. والشركه دابا حاليا تعرفات بجينيس وورد ريكورد، اللي ولات معروفه وبالصيف راه بانت في تيفو، واكبر شركه اللي ولات معروفه عالميه، اللي ولا يعرفوها الناس ولا يعرفوا بزاف الناس، وداروا فيها واحد براد كبير اللي ولا جينيس وورد ريكورد. وغادي تدخلوا اليوتيوب راه غتعرفوها،
وغتكتبوا غادي يخرج لكم. وهذه هي قصتنا خوتي، وكنتمنى تعيشوها معايا. وشكرا بزاف، واللي دخل ان شاء الله فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا انا كنبغي ننوع لكم الفيديوهات، وكنتمنى هاد المره هاد القصه تعجبكم. وكان والله خوتي كنبحث عليها وكنبغي نعرف وكنبغي نعطي كاع جدير العذاب، وماشي انا بزاف اليوتيوبرز. وشكرا بزاف، ان شاء الله في فيديو جديد. شكرا. شايف في العالم بطبيعه الحال برا برات ديال تاي كيدخل الكناس هذا اليوم السعيد. هنيئا لنا رقم قياسي.